بنتي عمرها 12 سنة وهي عم تصاحب بالمدرسة بنت عمرها 16 سنة، وأنا بقلها ما بيصير بتقلي أنا مرتاحة هيك. بنتي عندها 12 سنة مصاحبة واحدة عندها 16 سنة، وأنا بقول لها ما بيصير ما بينفعش، بتقولي أنا مرتاحة كده. أعمل إيه؟ في حدود السطر اللي حضرتك بعتاه أنا مش شايفة مشكلة. عادي جدا إن بنتي اللي عندها 12 سنة تبقى في واحدة صاحبتها عندها 16 سنة. في ولاد وبنات مراهقين بيميلوا إنهم يصاحبوا ناس أكبر منهم شوية، لأن ساعات بيبقوا حاسين إن عقلهم سابق سنهم، وإن أصحابهم اللي في سنهم مش قدهم عقليا أو فكريا، فمش عارفين يتعاملوا معاهم قوي. فلو بس مشكلة حضرتك هي فرق العمر، أنا بصراحة مش شايفاها مشكلة. بس في مشكلة تانية في السؤال بتاع حضرتك. قلت لها ما بيصير، قالت لي أنا مرتاحة هيك. قلت لها لأ ما ينفعش، قالت لي أنا مرتاحة كده. أنا حاسة بحتة سلطوية كده في طريقة توصيل حضرتك لبنتك لمعلومة إنك مش راضية عن صاحبتها. قلت لها ما بيصير، قلت لها ما ينفعش. كان نفسي حضرتك تحسسي بنتك إنك بتحترمي عقلها وسنها واختياراتها، مش بتعامليها على إنها طفلة اللي هو ما ينفعش وخلاص. كان نفسي تبين لها اكتر ان انتي محترمه عقلها واختيارها ان هي تبقى صاحبه البنوته دي، وتناقشيها بالعقل والمنطق وتوصلي لها تخوفاتك. ليه انتي معترضه على ان يبقى عندها صاحبه اكبر منها ب4 سنين؟ لكن طريقه ما بيصير دي ما بينفعش خلتها ترد عليكي تقولك ايه؟ انا مرتاحه كده. وكأن اللي بيدور في عقلها ايه؟ ها يا ماما هتردي تقولي ايه؟ مش عايزاني ابقى مرتاحه مع صديقتي، ولا لسه شايفاني عيله وعايزه تتحكمي فيا اصاحب مين وما صاحبش مين؟ بيني وبين حضرتك هي اللي كسبت النقاش ده، لان انت مش هتعرفي تردي عليها تقولي لها اي حاجه. فانا بدعوكي انك تعيدي وجهه النظر في تفكيرك في الموضوع ده، وتغيري عقليتك شويه في التعامل مع اختيارات بنتك. لازم تعرفي ان بنتك كبرت وعقلها بينضج، وشخصيتها ونفسيتها وحياتها الاجتماعيه بتتطور. وولادنا في سن المراهقه بالذات في البدايات بيبقى عندهم رغبه في الاستقلاليه والتمرد عاليه جدا. فلما احنا بنقابلها بعند وبكبت واللي هو لا ما بيصير لا ما بينفعش، من غير ما اقنعها وافهمها واتناقش معاها واسمع وجهة نظرها، الموضوع بيقلب بعند وعصبية على طول. وبالذات في موضوع الصحاب ده اللي هو من اهم الحاجات اللي في حياتهم الاجتماعية. فلو فضلت اتعامل مع بنتي باسلوب القهر والسلطوية واللي هو حتى ما اسمعش رأيها ولا وصل لها وجهة نظري، اللي هيحصل انها هتبعد عني، وممكن فعلا تبدأ تنجذب لصحاب بجد مش كويسين وهيأثروا فيها. لكن انا دوري هنا ان انا اكون مرجعيتها وامانها، وانها تحكي لي وتثق في رأيي وتتناقش معايا، وانا احترم شخصيتها وعقلها واختياراتها وقراراتها، فاقدر ابني كويس علاقتي بيها وادعم ثقتها بنفسها، عشان لو اتصاحبت على اي حد ما يأثرش عليها بطريقة تخليها تفقد قيمها واخلاقها اللي حضرتك مربياها عليها. وربنا يصلح كل بيوتنا يا رب. سلام عليكم.